أبطال سنة رابعة الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا أكتر حاجة بتلخبط طالب سنة رابعة إن هو مش عارف يحل الأسئلة أو بيتلخبط أو إن هو بيقرا السؤال بطريقة غلط. طيب تعالَ كده نحل تقييم المدرسة على الوحدة الأولى بعد ما خلصناها شرح. بُص هاحل إزاي، يا ريت دايمًا تحل بدماغ مس مارينا. بُص معايا، ييجي لك مثلًا سؤال صح وغلط، أقرا السؤال كويس جدًا وأبقى فاهم إن السؤال عايز مني إيه. أسأل نفسي كده هو السؤال عايز مني إيه؟ هتلاقي الإجابة في نفس السؤال. يعني مثلًا بيقول لك هنا بيختلف عدد الذكور عن الإناث داخل المحافظة الواحدة. يعني لو جيت يا مس تعدي الذكور والإناث في محافظة القاهرة مش هتلاقيهم نفس محافظة المنوفية، مش هتلاقيهم زي الجيزة. الكلام ده صح والّا غلط؟ هاقول له صح. طب بترتفع نسبة التعليم، يعني الناس اللي عندها تعليم ومتعلمة مش جهلة موجودين كتير في القاهرة. أقول له مضبوط، وقلنا بسبب اهتمام سكانها بالتعليم. طب نيجي اللي بعدها، ترتبط مهنة الزراعة بالعلاقة بين الإنسان والبيئة. الكلام ده يعني الزراعة عندي في علاقة ما بين الإنسان والبيئة لأن هو بيزرع في الأرض الإيه؟ الزراعية. أقول له مظبوط. نيجي في النقطة اللي بعدها، بيقول لي تغطي الغابات كل مساحة كندا. أنا ما قلتش كده، أنا قلت لو تفتكر الأغنية بنقولها إيه؟ بنقول كندا في أمريكا الشمالية بتغطي من الغابات 50%، يبقى مش كل ولا حاجة، يبقى هي 50% بس، هتبقى الإجابة خطأ. طب إحدى خطوات صنع القرار، إحدى يعني واحدة من خطوات صنع القرار لازم أحدد المشكلة وأجمع معلومات. أقول له الكلام ده مظبوط. السؤال ده كده فيه حاجة؟ فيهوش حاجة. طيب نيجي نقول أكمل. بيقول لك إحدى يعني واحدة من فئات السكان، هي يعني بيسألني عليه، بتزيد عمرها عن 65 عام. أسأل نفسي الأول هي المس مدياني كام فئة؟ أقول لك 3، الصغيرين وكبروا بقوا شباب، كبروا خالص بقوا كبار سن. مين أكبر من 65 عام؟ أقول له عندي فئة كبار السن. طب نيجي اللي بعده، محافظة الوادي الجديد. ماشي، من محافظات نقط السكان. ايه نقط السكان دي يا مس؟ ما انت واخد 3 من نقط السكان دي، يعني ايه؟ 3 مستويات من السكان. هل هي مرتفعة، متوسطة، قليلة؟ يعني زحمة بالسكان ولا متوسطة في السكان ولا قليلة؟ واحنا حافظين ان اي محافظة صحراوية او اي محافظة فيها حدود صحراوية تبقى قليلة السكان، يبقى دي قليلة السكان. طب نيجي اللي بعدها، مهنة بيقوم صاحبها بتحويل المادة الخام لمنتجات. مهنة ايه؟ دي زراعة؟ لا. هل دي صناعة؟ ايوه. اول ما الاقي كلمة يا سنة رابعة تحويل المواد الخام لمنتج، هي الصناعة. لان اصلا الصناعة تعرفها ان انا بحول المادة الخام لمنتج. القلم ده ما كانش ينفع استخدمه كده، يعني لما كان حبر وكان كل حاجه لوحدها ما كانش ينفع استخدمها. بعد ما اتجمع وبقى قلم، بعد ما الماده الخام بتاعته اتحولت واتصنعت، عرفت استخدمه. يبقى الصناعه دي بحول فيها الماده الخام لايه؟ لمنتج. يبقى اول ما الاقي كلمه تحويل الماده الخام لمنتج اقول له صناعه. طب نيجي اللي بعده، المهنه اللي بيقوم صاحبها بتصميم التطبيقات الالكترونيه. ثواني كده، قلت لك يجي يقول لك مصمم تطبيقات، هقول له مطور تطبيقات. تاني، مصمم تطبيقات هقول له مطور التطبيقات. تمام كده؟ طيب تنتج كندا كميات كبيره من محصول ايه؟ انا قلت لك اكتر محصول غذائي عندها ومحصول اللي بتاكل منه اسمه القمح اللي بطلع منه العيش. طب التفكير في ايجابيات وسلبيات كل خيار، يعني ايجابيه وسلبيه كل اختيار بتختاريه بيساعدك على ايه؟ اختار الاختيار السليم، اختار الاختيار الافضل. مش احنا بنقول له اول حاجه التفكير ايجابيات وسلبيات وبعدين اختيار الافضل؟ مش دي الخطوات بتدور؟ يبقى بعد التفكير اقول له ايه؟ اختيار القرار السليم. خلاص انا فكرت هختار بقى. طب عند المشاركه في صنع القرار هنتعلم ايه؟ القيم اللي هنتعلمها قلت لك اول يا سنه رابعه ما يجي لك مشاركه في صنع القرار اكتب اي حاجه حلوه. هتعلم تحمل المسؤوليه، التعاون، احترام الاخرين، الثقه في النفس. قول اي 2 يعجبوك. يبقى اهو اول ما يجي لك اي سؤال عن المشاركه هكتب كده التعاون، تحمل المسؤوليه، الثقه بالنفس،
احترام الاخرين، اكتب اللي انت عايزه، يجي لك بقى بما تفسر، يجي لك اكمل، يجي لك دلل، اي مشاركه في صنع القرار بتعلمني الحاجات الحلوه دي. طيب بيقول لك هنا بما تفسر، يعني ايه بما تفسر؟ بنتلخبط فيها، يعني ليه؟ طيب هفسر لنفسي ازاي؟ اول حاجه قبل ما تحل اعرف ان بما تفسر دي مش اكمل. يعني ايه مش اكمل؟ يعني ما اقولكش مثلا اهميه مهنه النشاط الزراعي تقوم تقول لي الغذاء. هو ايه اللي الغذاء يا حبيبي؟ بقول لك فسر لي، اشرح لي. فانا بيقابلني طلبه كده كتير، لا ثواني بقى اهدى كده، انت بتقرا السؤال وبتكتب كل حاجه تعرفه عنه عشان تاخد اجابه درجاتك كامله، والاجابه تبقى كامله، اعرف ان انت طالب شاطر فعلا. يبقى اهميه مهنه النشاط الزراعي مهمتها ايه؟ واحد يكتب لي مهمه للغذاء ويسكت، واحد يكتب لي مهمه للغذاء، يرتبط الانسان بالبيئه، بتقوم عليها التعاون، حلوه قوي، يبقى هو كده لم كله. يبقى النشاط الزراعي ده مهمته ايه؟ هقول له كذا حاجه. اول حاجه نتعلم التعاون من المهنه دي، ماشي. يرتبط الانسان بالبيئه، ماشي، ما انا قلت لك عشان بيزرع في ارض زراعيه وتربه خصبه، فانا عندي كده بيرتبط بالبيئه. تالت حاجه مصدر مهم للغذاء. جرالي حاجه لما كتبت دول؟ والله ما حصل حاجه. انما ما الاقيش ان سيادتك تعتبرها اكمل وتقول لي بيوفر غذاء. يا حبيبي اكتب عباره حلوه اكنك بتكتب موضوع تعبير. هو بيقول لك ليه النشاط الزراعي مهم، احكي له بس. طب يعني ما بخلش عنه. طيب ايه اهميه مشاركه الاطفال في القرارات؟ انا قايله لك من شويه، اول ما تلاقي اي سؤال بيقول لك الطفل بيشارك فيه اكتب كل اللي تعرفه. ليه الطفل بيشارك؟ ليه مهمه؟ هقول له لكي يتعلم، ها يلا عد، التعاون، تحمل المسؤوليه، الثقه بالنفس، احترام الاخرين. شفت كتبت كل حاجه، مش اكتب ايه اللي يتعلم التعاون. طب ما انت عارف كله يا حبيبي، ما تكتب، اكتب يا بابا، اكتب عشان تاخد اجاباتك كامله. طيب تعالى في سؤال ما النتائج. سؤال ما النتائج ده سنه رابعه، يعني ايه اللي حصل لما الحاجه دي كانت موجوده؟ يعني بيقول لك ايه نتيجه، اهو نكتب ايه نتيجه ايه اللي حصل، ماشي. ايه نتيجه قله ميه عذبه، ارتفاع درجة حرارة في الوادي الجديد، يعني الوادي الجديد ما فيهوش ميه وحرارته مرتفعة، ايه اللي حصل؟ هيبقى فيه سكان؟ لا، هقول له قلة عدد السكان في الوادي الجديد. تمام كده؟ يبقى ادى الى ايه؟ اهو سؤال ما النتائج ببدأ بكلمة ادى الى عشان ما انساش، ادى الى قلة عدد السكان في الوادي الجديد. اعرف دايما انك بتبدأ في ما النتائج بادى الى، لو عرفت هتبدأ بادى الى هتجيب الاجابة. طب كثرة الانجاب في بعض المحافظات، يلا اكتبي العبارة اللي احنا مشهورة بيها، ادى الى، مش ده سؤال ما النتائج؟ يبقى اكتب ادى الى. كتر الخلفة الانجاب بيجيبوا عيال كتير، ادى الى ايه؟ كثرة عدد الاطفال في المحافظة، اهو كثرة عدد الاطفال في المحافظه. تمام كده؟ طيب تعالى بقى اسئله متنوعه. ما العلاقه بكون جمله؟ ما العلاقه بكون جمله؟ يعني ايه بس بتكوني جمله؟ يعني ده اسهل سؤال ممكن تنجح فيه اصلا، يعني ما ينفعش تنقص عليه. ليه بقى؟ لان بيقول لك التكنولوجيا والمهن المستقبليه. كوني جمله كده في حاجه ادت لظهور حاجه، اقول له ايه؟ التكنولوجيا ادت لظهور المهن المستقبليه، او المهن المستقبليه ظهرت بفضل التكنولوجيا. ادي الجمله، هي دي جمله نقص فيها؟ يبقى هقول له هنا المهن المستقبليه ظهرت بفضل تقدم التكنولوجيا. عشان كده بقول لك ان ده اسهل سؤال تاخد فيه الدرجه كامله. ما العلاقه؟ طب ماذا يحدث اذا؟ يحصل ايه لو غاب عامل النظافه؟ هو عامل النظافه كان بيعمل ايه؟ كان بينظف الشوارع، يبقى هو كده مش هينظف الشوارع، يبقى اكتب ايه؟ اصبحت الشوارع غير نظيفه، اصبحت الشوارع غير نظيفه. وسؤال ماذا يحدث ده اكتب اللي انت عايزه، المهم يكون بيخص السؤال. طب ماذا يحدث اذا لو تم اتخاذ القرار دون جمع المعلومات؟ انا رحت خدت القرار على طول من غير ما اجمع المعلومه، اكيد القرار هيكون غلط، يبقى يصبح القرار خاطئ. ماشي. طب ايه اهم المعالم السياحيه، يعني الحاجات اللي ممكن ازورها في دوله كندا؟ انا قلت لك دوله كندا المعالم السياحيه اللي فيها حاجتين، ايه هما؟ قلت لك عندي برج ومنتزه. برج سي انترنيتو، منتزه بنف الوطني.
يبقى هقول له برج سي ان تورنيتو برج، ومنتزه بنف الوطني. طيب نيجي لما المقصود بالعبارة. أنا محفظك تركيب سكاني تصنيف سكان، تركيب سكاني تصنيف سكان أو تقسيم السكان، هقسمهم حسب إيه؟ النوع والعمر. يبقى أقول له تصنيف السكان حسب النوع والعمر. تاني التركيب السكاني تصنيف سكاني حسب النوع والعمر. طب يعني ايه صنع القرار؟ بنبدأ بتحديد، تحديد ايه؟ تحديد بدائل متعددة لاختيار الأفضل لحل المشكلة أو تحقيق هدف معين. يلا قولها معايا تاني، تحديد بدائل متعددة لاختيار الأفضل لحل المشكلة أو تحديد هدف معين. فلاقي واحد كاتب لك ايه؟ بدائل متعدده لاختيار الافضل. هو ايه يا حبيبي التعريف ده؟ ما تكتب التعريف كامل. صنع القرار يعني ايه؟ تحديد بدائل متعدده لاختيار الافضل لحل المشكله او تحديد هدف معين. طيب تعالى معايا اعرفك ازاي تقدر تحل الخريطه. بص معايا كده، لما اجي اقول لك هنا خريطه زي دي، اول حاجه يا مس بنعملها ايه؟ بشوف الرقم واروح اجري على الخريطه ابص على الرقم. ليه؟ لان عندي المحافظات اللي بيقل فيها السكان كتير، بس اقل واحده فيهم جنوب سيناء، انا عارفه دي، بس ممكن تكون جايبه لك على الوادي الجديد، ممكن تكون على البحر الاحمر، ممكن تكون على مطروح، ممكن تكون على جنوب او شمال سيناء. انا عندي عارفه ان اقل واحده فيهم هي جنوب سيناء، مفيش مشكله، بس في حاجات تانية بيقل فيها السكان، فما بكتبش بمزاجي، انا باخد الرقم واروح اشوف. فاقل محافظه سكانا ده رقم كام؟ واحد. تعالي كده على الخريطه، ادي واحد اهو، ده واحد ايه؟ اوعى تقول شبه جزيره سيناء، دي مقسومه كده. ما دام الرقم نزل تحت او طلع فوق يبقى هنا ما بقتش شبه جزيره، يا شمال سيناء يا جنوب سيناء، فهقول له اقل محافظه هي في الجنوب تبقى جنوب سيناء. طب تعال اللي بعده، عاصمه مصر من غير ما ابص على الخريطه، العاصمه القاهره، العاصمه القاهره. محافظه قليله السكان رقم 3 اهو. هو هنا مين؟ ما احنا قايلين ان الصحراء الكبيره دي مقسومه 2، فوق مطروح وتحت الوادي الجديد، ودي بيقل فيها السكان. وقلت لك دايما ان محافظه قليله تبقى محافظه حدود صحراويه. مين هنا من الحدود؟ محافظه الوادي الجديد. طب تعالى اللي بعده، البحر. قلت البحر اللي واقف ده احمر، نايم متوسط، واقف احمر، او على ايدي اليمين احمر، في الشرق احمر، فوق متوسط، يبقى ده الاحمر. نهر مفيش غيره، نهر النيل. محافظة عرفت قديما باسم أبيدوس، من غير ما أبص على الخريطة مش محتاجها والله. أبيدوس كانت بتعرف على مين؟ على سوهاج أهي. في مشكلة كده؟ تعال نشوف خريطة تانية. بص يا سيدي، نفس الكلام، واحد من غير ما أبص على الخريطة، عاصمة مصر القاهرة. طيب 2 البحر أهو، 2 أهي، يبقى الأحمر. 3 محافظة متوسطة السكان، وجايبها لك على خط نهر النيل هنا. بص معايا، المحافظه دي مشهوره قوي ودايما بتيجي، دايما لما تيجي تلاقي كده يعني خدت لفه كده ونزلت، وده في نص اللفه دي، اسمها المنيا. اسمها ايه؟ المنيا، مش المانيا، المنيا. تمام. طب محافظه قليله السكان 4 لسه قايلينها اهو، بقسم الصحراء 2، واحده تحت تبقى